في بلدة إيطالية صغيرة تدعى برومباتي دي سوبرا. هذه البلدة الهادئة التي تقع بالقرب من مدينة ميلانو لا يتجاوز عدد سكانها 7000 نسمة، وكانت تعرف بكونها مكانا آمنا مسالما تحيط به الطبيعة الخلابة والمباني العتيقة. عاشت يارا هناك وسط عائلة محبة، والدان يهتمان بها، أخت أكبر وأخوان أصغر منها. كانت تحب بلدتها، تذهب إلى مدرستها المحلية، تملك العديد من الأصدقاء، وكانت شغوفة برياضة الجمباز التي كانت تمارسها في مركز رياضي كبير لا يبعد كثيرا عن منزلهم. في 26 من نوفمبر 2010، وكان عمرها آنذاك 13 عاما فقط، قررت يارا الذهاب بسرعة إلى الصالة الرياضية لتعيد جهاز ستيريو لمدربتها. الساعة كانت تشير إلى 5:15 مساء حين ودعت والديها، وأخبرتهما أنها ستعود خلال ساعة تقريبا. لم يقلق الوالدان، فالمسافة قصيرة والبلدة آمنة، لكن عندما تأخرت يارا عن موعد عودتها بدأ القلق يتسلل إلى قلوبهم. بحلول 7:00 مساء لم تكن يارا قد عادت. اتصلت والدتها بها في 7:11، لكن المكالمة انتقلت مباشرة إلى البريد الصوتي. عند هذه اللحظة أدرك الوالدان أن هناك شيئا غير طبيعي، فاتصلا بالشرطة فورا، وتم تعيين محققة خبيرة تدعى ليتيسيا روجيري لتولي ملف اختفاء يارا. ليتيسيا المعروفة بصرامتها ودقتها لم تنتظر طويلا، أرسلت فرق البحث إلى البلدة فورا واستعانت بالشرطة العسكرية لتوسيع نطاق العملية. بدأت التحقيقات من نقطة الانطلاق، الصالة الرياضية. هناك أكدت مدربة يارا أنها وصلت حوالي 5:30 مساء، وأكد أصدقاؤها كذلك رؤيتها وتحدثوا معها وشاهدوها تؤدي بعض التمارين قبل أن تغادر متجهة إلى منزلها. ولكن المعلومة الأهم كانت أن يارا أرسلت رسالة نصية لصديقتها في 6:44 مساء. كانت هذه آخر إشارة تواصل منها على الإطلاق. بناء على ذلك استنتجت الشرطة أن يارا اختفت في المسافة القصيرة بين المركز الرياضي ومنزلها. انطلقت فرق البحث في كل اتجاه، بعضهم بدأ بتمشيط الشوارع، آخرون بحثوا عن شهود أو أدلة مرئية مثل تسجيلات كاميرات المراقبة. عدة شهود قالوا إنهم رأوا فتاة تشبه يارا تقف قرب سيارة حمراء وتتحدث مع رجلين، لكن لم يتم التأكد مما إذا كانت الفتاة هي يارا بالفعل. تم تفتيش الصالة الرياضية بالكامل، لكن دون أي أثر. في تلك الأثناء واصل الضباط المحليون والعسكريون البحث، مشطوا الطرق، الحقول، ضفاف النهر القريب، واستعين برجال الإطفاء والمتطوعين، لكن لا أحد تمكن من العثور على أي شيء. عندها طلبت المحققة ليتيسيا استخدام الكلاب البوليسية. تم إعطاء الكلاب رائحة من أغراض يارا، لكن المفاجأة الكلاب لم تتجه نحو منزلها كما كان متوقعا، بل قادتها الرائحة نحو بلدة صغيرة تدعى مابيلو. وهنا بدأت الأمور تصبح أكثر غموضا. قررت ليتيسيا التحقق من موقع هاتف يارا، فظهر أن هاتفها اتصل ببرج إرسال في مابيلو 6:49 مساء، أي بعد 5 دقائق فقط من إرسالها الرسالة النصية. وبالنظر إلى المسافة لم يكن من الممكن أن تصل يارا إلى هناك سيرا على الأقدام في هذا الوقت القصير. هذا يعني أمرا واحدا، لقد نقلت بواسطة سيارة. في تلك اللحظة لم يعد هناك شك في أن يارا قد اختفت بفعل فاعل. كان هناك احتمالان فقط، إما أنها اختطفت أو أنها هربت، لكن كل المؤشرات كانت تضعف فرضية الهروب. فآخر رسالة لها تظهر أنها كانت تخطط للقاء صديقتها في اليوم التالي، ولم يكن هناك ما يدل على وجود أي مشاكل في المنزل. رغم ذلك قررت المحققة أن تبدأ باستجواب كل من له علاقة بيارا، الأهل، الأصدقاء، الجيران، وحتى زملاء الصف، لكن النتائج كانت صفرية. اتخذت ليتيسيا قرارا جريئا، أمرت بتسجيل جميع المكالمات الصادرة والواردة من هواتف أفراد العائلة، إضافة إلى عشرات الأشخاص الآخرين الذين قد يكون لهم صلة بالقضية. لكنها لم تكتف بذلك، بل طلبت من شركات الاتصالات تزويدها بقائمة بكل الهواتف التي كانت موجودة في بلدة مابيلو مساء اختفاء يارا. هدفها كان واضحا، إذا كانت الجريمة قد وقعت هناك فلا بد أن هاتف الجاني التقطته أبراج الإرسال أيضا. المفاجأة كانت أن عدد الهواتف التي كانت هناك في تلك الليلة بلغ 15,000 جهاز. فريق خاص من الشرطة تم تعيينه لمراقبة آلاف الأرقام التي بدت مريبة، بينما استمرت عمليات البحث في الميدان يوما بعد يوم دون أي أثر.
بات من الواضح أن الوصول إلى الحقيقة لن يكون سهلا، وأن المفتاح ربما يكمن في واحد من بين آلاف الهواتف. وفي غرفة مظلمة مليئة بالتقارير والمكالمات جلست المحققة ليتيسيا تحدق في شاشة الكمبيوتر، تدقق، تستمع، تبحث عن أي خيط قد يقودها إلى يارا. ولأيام طويلة تم تحليل آلاف الساعات من المكالمات، لكن لا شيء كان يربط أي مكالمة مباشرة باختفائها. استمرت التحقيقات في قضية يارا على نفس الوتيرة بلا أي تقدم يذكر حتى أواخر نوفمبر، حين وقعت عبارة واحدة كالصاعقة في آذان رجال الشرطة. أحد الضباط كان يستمع إلى تسجيل قديم، وفجأة سمع رجلا يقول بصوت مرتجف: سامحني يا رب، لم أقتلها. العبارة كانت كافية لإثارة كل أجهزة الإنذار، وعلى الفور حدد المحققون هوية صاحب الصوت، رجل يدعى محمد فكري، عامل بناء مغربي يعيش في نفس المدينة التي جاءت منها آخر إشارة لهاتف يارا قبل اختفائها. لكن هنا ظهرت المشكلة. الفريق الذي كان يتابع المكالمات الهاتفية لم يكن قادرا على الاستماع إليها في الوقت الفعلي. كانت هناك آلاف المكالمات يوميا، والتحليل كان يتم بأثر رجعي. والكارثة، تم الاستماع إلى مكالمة فكري بعد 3 أيام من حدوثها، وبحلول الوقت الذي بدأت فيه الشرطة التحرك كان فكري قد صعد بالفعل على متن سفينة متجهة إلى المغرب. التصرف بدا مريبا للغاية، وكان لابد من التحرك بسرعة. أصدرت السلطات الإيطالية أمرا باعتراض السفينة، وبالفعل تم إيقافها والقبض على فكري ثم إعادته إلى إيطاليا. وعندما فتشوا سيارته اكتشفوا مفاجأة جديدة: مرتبة في الصندوق الخلفي ملوثة ببقع دماء. أرسلوها فورا إلى المختبرات الجنائية، لكن النتيجة كانت غير متوقعة أبدا. الدم لم يكن ليارا، بل لم يكن دما بشريا على الإطلاق. ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد. بعد إعادة تحليل المكالمة وبمساعدة مترجم يتحدث المغربية، تبين أن العبارة التي فسرها الضابط كانت خاطئة تماما. فكري لم يقل ما ظنه الضابط، والمحتوى لم يكن متعلقا بيارا من الأصل. ومع استكمال الفحوصات الجنائية تأكد المحققون أن لا علاقة له بالقضية، ولم يجدوا أي دليل ضده، واضطروا لإطلاق سراحه، لكن الضرر كان قد وقع. خبر القبض على فكري انتشر بسرعة البرق في وسائل الإعلام الإيطالية. الملايين الذين كانوا يتابعون القضية بشغف اعتقدوا أن القاتل قد سقط أخيرا في قبضة العدالة. لذلك حين تم الإعلان عن براءته كانت الصدمة كبيرة وخيبة الأمل أكبر. فجأة عادت الشرطة إلى نقطة الصفر، لا مشتبه بهم ولا أدلة جديدة. ورغم الإحباط واصلت الشرطة مراقبة المكالمات وتحليل البيانات والبحث دون توقف، لكن كل شيء بقي بلا جدوى، حتى جاء يوم 26 من فبراير 2011. في ذلك اليوم ذهب رجل يعيش في بلدة صغيرة تبعد 6 أميال فقط عن منزل يارا لتشغيل طائرته اللاسلكية في أحد الحقول. لكن الطائرة واجهت عطلا مفاجئا وبدأت تهبط بسرعة. حاول إنزالها في منطقة عشبية كثيفة لتجنب تحطمها، وعندما ذهب لاستعادتها رأى كومة من القماش المهترئ. في البداية لم يعطي الأمر أهمية، لكن ما لفت انتباهه كان حذاءين صغيرين يخرجان من تحت تلك الكومة. تجمد الرجل في مكانه ثم اتصل بالشرطة. عندما وصل الضباط إلى الموقع اكتشفوا جثة بشرية تحت القماش، لكن حالة التحلل كانت شديدة لدرجة أن تحديد هوية الضحية بالنظر كان مستحيلا تقريبا. ومع ذلك كانت هناك امرأة واحدة فقط شعرت بأنها لا تحتاج لأي تأكيد إضافي. ليتيسيا قائدة التحقيق وصلت إلى المكان ونظرت إلى الجثة. كانت يارا، كانت ترتدي نفس الملابس التي خرجت بها في ذلك اليوم المشؤوم إلى المجمع الرياضي قبل 3 أشهر. بالقرب من الجثة عثر على جهاز الآيباد الخاص بها، مفاتيح المنزل، بطاقة سم، وبطارية الهاتف، لكن الهاتف نفسه لم يكن موجودا. تم استدعاء أشهر خبير طب شرعي في إيطاليا لتحليل الرفات، وبعد فحص دقيق أكد أن سبب الوفاة كان طعنات متعددة. لم تكن هناك علامات واضحة على الاعتداء، لكن بعض ملابس يارا كانت قد أزيلت، ما جعل المحققين يشتبهون بأن ذلك قد يكون الدافع. التحقيق كشف عن أدلة أخرى مهمة. وجدت ألياف غريبة على الجثة تستخدم عادة في أنواع معينة من الأقمشة الصناعية، ما أشار إلى احتمال أن القاتل يعمل في مصنع أو منشأة نسيج قريبة. كما تم اكتشاف عينتين من الحمض النووي، إحداهما على قفازي الضحية
والأخرى على بطارية هاتفها. لكن العينات كانت صغيرة جدا، ولم تكن كافية لاستخراج ملف جيني كامل، والأسوأ لم تظهر أي تطابقات في قواعد البيانات. عاد المحققون مرة أخرى إلى طريق مسدود، لكن الأمل عاد بعد شهرين حين تلقت ليتيسيا مكالمة من المختبر. بعد تحليل إضافي لملابس الضحية، تم العثور على مادة بيولوجية على ملابسها الداخلية، وكان الخبر الصادم: تم استخراج ملف كامل للحمض النووي لرجل مجهول. أصبح بحوزة الشرطة الآن الحمض النووي الخاص بالقاتل، ومعه بدأت المرحلة الأصعب. قامت ليتيسيا بتقسيم فريقها إلى مجموعات، كل واحدة منها مكلفة بمهمة محددة. بعضهم بدأ بجمع عينات الحمض النووي من جميع أقارب يارا وكل من يعرفها وكل من كان في المجمع الرياضي في يوم اختفائها. في نفس الوقت بدأ فريق آخر بتحليل بيانات الهواتف المحمولة، ووضعوا قائمة بأرقام الأشخاص الذين انتقلوا من بلدة يارا إلى مابييلو في تلك الليلة المشؤومة. ثم بدأوا بجمع عينات الحمض النووي منهم أيضا، لكن الأمر لم يكن سريعا. رغم وجود 3 مختبرات تعمل على مدار الساعة، كانت العملية بطيئة بشكل مرهق، وكان من الممكن أن تستغرق سنوات. خلال الأشهر التالية تم جمع آلاف العينات واحدة تلو الأخرى، لكن ولا واحدة تطابقت مع الحمض النووي الخاص بالقاتل. ومع الوقت وجدت ليتيسيا نفسها أمام جدار آخر، لكن عوضا عن الاستسلام واصلت التفكير، حتى لمعت في ذهنها فكرة جديدة. قريبا من الحقل الذي عثر فيه على جثة يارا، كان هناك ناد ليلي معروف بسمعة سيئة، مكان يجتمع فيه أصحاب السوابق والمشبوهون والغرباء. وكانت ليتيسيا تعلم شيئا مهما عن القتلة، غالبا ما يختارون أماكن يعرفونها جيدا لإخفاء جرائمهم. ومع هذه الفرضية اتخذ التحقيق مسارا جديدا. قررت ليتيسيا أن تجرب نظرية جريئة، رغم إدراكها أن فرص نجاحها قد تكون ضئيلة، لكنها لم تكن مستعدة للاستسلام. فقد كانت خيوط القضية تتلاشى والوقت يمر بلا إجابات. كانت خطتها غريبة في ظاهرها، لكنها قد تكون مفتاح الحل. أمرت بتجميع عينات الحمض النووي من جميع زوار ناد ليلي معروف، وخصت يومي الجمعة والسبت حيث يكون الإقبال في ذروته. وضعت ضباطها عند الأبواب يجمعون العينات من كل من يعبر العتبة، وبفضل نظام العضوية الذي يفرض على كل زائر بطاقة خاصة، حصل المحققون على قاعدة بيانات كاملة بكل من زار النادي في أي وقت مضى. لم تكن ليتيسيا تتوقع معجزة، لكنها كانت بحاجة لأي بصيص أمل. ولم تمر أيام حتى جاء الاتصال المنتظر. المختبر أعلن عن تطابق جزئي في الحمض النووي بين أحد الزوار والقاتل. كان اسم الرجل داميانو، لكن فرحة الاكتشاف لم تدم طويلا. المطابقة كانت جزئية فقط، وبمجرد التحقق من سجل تحركاته تم استبعاده مباشرة، فقد كان خارج القارة تماما وقت اختفاء يارا. ورغم خيبة الأمل، لم يكن هذا مجرد طريق مسدود، بل على العكس كان اختراقا محتملا. فالمطابقة الجزئية تعني أن داميانو قد يكون من أقرباء القاتل. ومن هنا بدأت رحلة جديدة، رحلة البحث في شجرة عائلة داميانو. لكن في ذلك الوقت لم يكن علم الأنساب الجيني معروفا أو مستخدما في التحقيقات الجنائية، لذا كانت المهمة شبه مستحيلة. ومع ذلك انطلق الفريق في بحث شاق، متتبعين كل فرد في عائلته. وبينما كانوا يغوصون في الملفات، برزت مفاجأة غير متوقعة. اكتشفوا أن والدة داميانو كانت تعمل خادمة في منزل عائلة يارا لمدة 10 سنوات كاملة، لكنها تركت العمل قبل فترة طويلة من وقوع الجريمة. وعندما أبلغوها بأن أحد أقربائها قد يكون هو القاتل، أصابها الذهول. مرت الأشهر دون أن تسفر التحقيقات عن اسم محدد، وبعد تحليل كل الأقارب المباشرين لداميانو تبين أنهم جميعا أبرياء. وهكذا توجه الفريق نحو حل أكثر تعقيدا، البحث في الأقارب البعيدين الذين قد يصل عددهم إلى المئات بل وربما الآلاف. ومع مرور الوقت دون نتائج، بدأت وسائل الإعلام تهاجم ليتيسيا. اتهموها بالتقصير، بالتأخير، وبإضاعة الوقت، بل إن بعض السياسيين حاولوا عزلها من منصبها، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. لم تكن ليتيسيا لتتخلى عن القضية، كانت تغوص في أرشيفات تعود إلى مئات السنين. بحثت هي وفريقها في شجرات العائلة القديمة وسجلات المواليد والوفيات وحتى الوثائق التي تعود إلى عام 1716. كانت رحلة مرهقة مليئة بالطرق المسدودة. لكن في سبتمبر 2011 حدث اختراق ضخم.
إحدى شجرات العائلة أوصلتهم إلى رجل يدعى جوزيبي، كان قد توفي بالفعل، لكن زوجته لا تزال على قيد الحياة، وكانت تحتفظ ببعض الطوابع البريدية التي استخدمها جوزيبي والتي احتوت على لعابه. استخدم المحققون هذه الطوابع لاستخراج الحمض النووي، وجاءت النتيجة صادمة. جوزيبي كان والد القاتل، أو ربما جده. بدأوا بتضييق الدائرة. لجوزيبي ابنان على قيد الحياة، وتم أخذ عينات الحمض النووي منهما، لكن المفاجأة الكبرى، لا أحد منهما تطابق مع حمض القاتل، مما يعني شيئا واحدا فقط: هناك ابن ثالث غير شرعي لا يعلم به أحد. ومن هنا دخل التحقيق منعطفا جديدا. ركزت ليتيسيا على احتمال وجود طفل غير معروف لجوزيبي نتج عن علاقة سرية. كان الأمر حساسا بل وشديد التعقيد، وبدأ المحققون بإجراء مقابلات مع الآلاف ممن عرفوا جوزيبي أو تعاملوا معه في أي وقت من حياته. وبعد قرابة عام من البحث ظهر خيط مذهل. اتضح أن جوزيبي كان يزور مجمعا صحيا في بلدة صغيرة قرب ميلانو منذ الستينيات، وكان يمكث فيه أسبوعين كل شهر مايو دون أن يصطحب عائلته. طلبت ليتيسيا سجلات ذلك المنتجع الصحي، ولدهشتها كانت السجلات ما تزال محفوظة. بدأ الفريق بتحليلها، ودونوا كل اسم لامرأة كانت في المنتجع خلال تلك السنوات. كان عملا مرهقا امتد لعام كامل دون ظهور اسم واضح أو عشيقة محتملة، لكن وسائل الإعلام لم تبق صامتة. التقطت الخبر واشتعلت البلاد بنظرية الطفل السري، بل بدأ بعض الصحفيين بالتحقيق بأنفسهم، وبدأوا بالكشف عن قصص غير متوقعة: أطفال ولدوا من علاقات سرية في قرى صغيرة، ومن بينهم 5 أطفال في قرية واحدة فقط. استمرت هذه الفوضى حتى عام 2014 حين طرأ تقدم جديد. تلقت الشرطة بلاغا يشير إلى احتمال أن جوزيبي أقام علاقة مع امرأة تدعى إستير أرتزوفي، وبمراجعة السجلات اكتشف المحققون مفاجأة غريبة: لقد جمعوا بالفعل عينة من حمض إستير النووي قبل عامين، لكن نتائج ذلك الوقت بيّنت أنها ليست على صلة بالقاتل. ورغم ذلك قررت ليتيسيا أن تعيد فحص العينة، وكانت النتيجة إيجابية. تبين أن المختبر ارتكب خطأ فادحا، فقد تم مقارنة الحمض النووي الخاطئ. تمت مقارنة حمض إستير مع حمض يارا بدلا من حمض القاتل. وبعد تصحيح الخطأ وإعادة الفحص جاءت الحقيقة: إستير كانت والدة القاتل. أخيرا وبعد سنوات من البحث تم تحديد الأصل العائلي للقاتل، ووجد المحققون أن لإستير 3 أبناء، 2 منهم توأمان، صبي وفتاة، وكان عمر التوأم يطابق تماما العمر الذي يعتقد أن القاتل كان عليه وقت الجريمة. ولأول مرة أصبحت العدالة على بعد خطوة واحدة فقط. رغم أن التوأمين كانا يعتبران قانونيا أبناء زوج إستير، إلا أن المحققين كانت لديهم شكوك أخرى. كانوا يعتقدون أن الأب البيولوجي الحقيقي ليس الزوج، بل شخص يدعى جوزيبي. ومع أن هذا لم يكن صلب القضية، إلا أن الشبهات بدأت تتجه نحو ابن إستير. والسبب: القاتل كان رجلا، وهذا الشاب ابن إستير كان أحد أبرز المشتبه بهم. كان يبلغ من العمر 42 عاما وقت التحقيق، يعمل في مجال البناء، ويعيش مع زوجته وأطفاله في مدينة ماربيلو، نفس المدينة التي رصدت فيها آخر إشارة لهاتف يارا قبل أن تختفي. وهنا بدأت المحققة ليتيسيا بتنفيذ خطة ذكية للغاية للحصول على عينة من حمضه النووي دون أن تثير أي شكوك. كانت تعرف أن المشتبه به يسلك طريقا محددا يوميا، فرتبت نقطة تفتيش مرورية على ذاك الطريق لأسباب تتعلق بالسلامة. وعندما طلب من الرجل أن ينفخ في جهاز فحص الكحول، لم يكن يعلم أن هذا الإجراء البسيط سيرسل لعابه مباشرة إلى المختبر لتحليله. وبعد انتظار دام قرابة 4 سنوات منذ وقوع الجريمة، حصلت ليتيسيا أخيرا على الإجابة التي انتظرتها طويلا. الحمض النووي الذي عثر عليه في ملابس يارا الداخلية تطابق تماما مع عينة المشتبه به. اسمه كان ماسيمو باسيتي، وفي 16 من يونيو ألقي القبض عليه رسميا. باسيتي أنكر كل شيء، قال إنه بريء وأنه لا علاقة له بالجريمة، فتم تحويل القضية إلى المحكمة. لكن خلال التحضيرات ظهرت حقائق صادمة زادت من الشكوك حوله. سجلات التصفح على حاسوبه كشفت عن عمليات بحث مقلقة تتعلق بالقاصرين. وفي مساء اختفاء يارا كان هاتفه في نفس المدينة التي تعيش فيها، ثم أغلق عند 5:45 مساء، ولم يشغل مرة أخرى إلا في صباح اليوم التالي.
إضافة إلى ذلك، ظهرت سيارته في لقطات كاميرات المراقبة بالقرب من المجمع الرياضي مساء الاختفاء. ومن الأمور اللافتة أن سيارته كانت تسير وقتها دون لوحات مرورية، ما صعب عملية التعرف عليها. لكن بعد اعتقاله تأكدت الشرطة من أنها بالفعل سيارة باسيتي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تطابقت ألياف مقاعد سيارته مع الألياف التي وجدت على جسد الضحية. واستدعت النيابة شاهدة تسكن بالقرب من المجمع، قالت إنها خرجت لرمي القمامة في ذلك المساء، ورأت سيارة تمر بسرعة أمام منزلها. السيارة كانت تشبه سيارة باسيتي، وبداخلها رأت طفلة، وأكدت أنها سمعت صرخات قادمة من داخل السيارة. كما اكتشف المحققون أن باسيتي كان يتردد كثيرا على مطعم بيتزا يقع في نفس الشارع الذي تسكن فيه يارا، ما يشير إلى احتمال أنه كان يراقبها منذ مدة، وربما خطط لاختطافها مسبقا. وعندما سئل عن مكانه ليلة اختفاء يارا، زعم أنه كان عائدا من العمل، لكن تبين لاحقا أنه لم يعمل ذلك اليوم. هذا ما أكدته شهادات زملائه وتسجيلات الكاميرات وبيانات موقع هاتفه المحمول. بدأت المحاكمة في صيف عام 2015 بعد عام من القبض على باسيتي، وسرعان ما أصبحت القضية حديث الشارع في إيطاليا. الجميع كان مقتنعا تقريبا بأن باسيتي هو الجاني، لكن ما كشفته المحاكمة قلب التوقعات. رواية النيابة كانت واضحة: باسيتي راقب يارا لفترة، ثم خطفها وهي تغادر المجمع الرياضي بمفردها، ونقلها إلى الحقل الذي عثر فيه على جثتها لاحقا، وهناك قتلها. كانت الفرضية الأساسية أن الجريمة كانت بدافع الاعتداء، لكنه لم يكمل فعلته لسبب ما. زوجته شهدت أنه كان في المنزل معهم وقت اختفاء يارا يتناول العشاء، لكن هذا الادعاء انهار أمام 3 شهادات ولقطات كاميرات تثبت أنه كان بالقرب من مكان الجريمة في الوقت ذاته. محامي الدفاع حاول إثبات براءته، وقال إن باسيتي كان يعاني من نزيف متكرر في أنفه، وربما انتقل دمه إلى ملابسه وأغراضه. واقترح سيناريو غريب: ماذا لو القاتل الحقيقي لامس دم باسيتي قبل تنفيذ الجريمة؟ عندها سيكون وجود الحمض النووي على ملابس الضحية أمرا منطقيا. كما طعن الدفاع في دقة تحليل الحمض النووي، وأوضح أن هناك نوعين: أحدهما يتغير بسرعة بين الأفراد، والآخر يتغير ببطء عبر الأجيال. والعينة التي وجدت على ملابس يارا تنتمي إلى النوع الثاني، مما يعني حسب الدفاع أنها قد تعود لأي شخص من أقارب باسيتي حتى لو كان بعيدا جدا. لكن خبراء النيابة كانوا حاسمين: الحمض النووي لباسيتي تطابق مع العينة بشكل لا يترك مجالا للشك. ومع ذلك لم تكن هذه ضربة الدفاع الأخيرة. أثناء المحاكمة فجروا مفاجأة مدوية: اتهموا شخصا جديدا لم يكن في الحسبان، مدربة رياضية تدعى سيلفيا. بعد العثور على جثة يارا، عثر الخبراء على بقعة دم على كم سترتها، وكان هذا الدم يعود إلى سيلفيا. ثم ظهرت تفاصيل أكثر غموضا. والد سيلفيا صرح بأن ابنته عادت إلى المنزل ليلة اختفاء يارا وهي تبكي دون توقف. كما كشفت التحقيقات أنها أرسلت رسائل إلى شقيقها في نفس الليلة، لكنها حذفت بسرعة ولم يعرف مضمونها حتى اليوم. وعندما سئلت في المحكمة عن السبب وراء بكائها وعن الرسائل وعن دمها الموجود على ملابس يارا، قالت فقط: لا أعرف، ورفضت الإجابة عن أي سؤال آخر. وعلى الرغم من كل هذه الشبهات، إلا أن الأدلة ضد باسيتي كانت كافية لإدانته. في صيف 2016 أدين ماسيمو باسيتي رسميا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لم تنجح محاولات الدفاع في نقض الحكم، وفي اليوم التالي للحكم حدث شيء صادم آخر. زارته زوجته في السجن واعترفت له باعتراف مؤلم: لا أحد من أطفالهم ال3 هو ابنه، كانت تخونه مع عدة رجال. أما المفاجأة الأخيرة فكانت بشأن الطفل الثالث لإستير، لم يكن من زوجها ولا من جوزيبي، بل من رجل آخر تماما. اليوم لا يزال باسيتي خلف القضبان، لكن ظلال الشك ما تزال تلاحق القضية، وخصوصا بعد ظهور دم سيلفيا. البعض يرى أن باسيتي ربما كان بريئا، وأن هناك من تلاعب بالأدلة، إلا أن التحقيقات خضعت لتدقيق نخبة من خبراء إيطاليا، وجاءت نتائج الحمض النووي قاطعة. لهذا تبقى هذه القضية واحدة من أكثر القضايا غموضا وإثارة في تاريخ القضاء الإيطالي الحديث. ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن باسيتي هو القاتل